ايوه يا ماما. ايوه يعني هسيبها عشان هي بس مطلقه؟ طب ايه المشكله انها مطلقه؟ طب ما بس اسمعي مني يعني. طب اقعدي معاها بس واقول لك دي بنت ناس وكويسه. وانا وعدتها ان خلاص وقلت لها ان انا هكلمك والامور تبقى ماشيه تمام. طب ارجع اقول لها ايه دلوقتي يعني؟ اقول لها انا هسيبك ليه عشان انت مطلقه؟ طب ماما لو سمحتي اسمعي. حاضر حاضر. يعني هعمل ايه طيب؟ هسيبها. مقدرش ازعلك يعني. طبعا شفنا كتير حالات من النوع ده. سابني عشان خاطر انا مطلقه واهله او امه ضغطت عليه. احسن انه سابك. ما في 60 داهيه. اصلا ربنا بيحبك انه بعد واحد بالتفكير ده او ناس بالتفكير ده عنك. المطلقه عمرها ما كانت وصمه عار. لان الطلاق ممكن يكون ليه اسباب كتير جدا. ممكن يكون اختيارات غلط. ممكن يكون ظروف معينه اتحطيت فيها في الجوازه. ممكن يكون احنا الاتنين مش متفاهمين. عادي جدا الاتنين ينفصلوا والاتنين كويسين. بس نصيحتي ليكي بقى، عشان ما تبقيش مطلقة للمرة التانية، اختاري الشخص الصح. اختاري المسؤول. اختاري الراجل اللي بجد. مش عيب ابدا ان الراجل يكون بيرضي امه، ولكن العيب ان يكون هو ماشي بكلام امه طول الوقت. خصوصا لما يكون الامور ملهاش علاقة بالمنطقية خالص. لما يكون طريقة التفكير غلط. الراجل دايما لازم يكون حكيم في تصرفاته وفي افعاله وفي كلامه. اختار الشخص الصح عشان ما تاخديش لقب المطلقة مرة تانية. ولقب المطلقة أنا لازلت بقول إنه مش عيب ولا هو وصمة عار. بس نحافظ بقى على نفسنا عشان اللي بيلتزع من الشوربة بينفخ في الزبادي. سلام.